اهلا بيكم. انا مكي شرقاوي وانتم معايا في طريق المعرفة. سقوط الجزائر، واعنيها سقطت الجزائر بدل المرة 3 مرات. المغرب استطاع ان يصفعها 3 صفعات قوية خلال اسبوع واحد فقط. في حصاد الحقيقة والانتصارات التي لا تأتي صدفة، بل تنتزع انتزاعا بقوة الحق وعدالة القضية. في أقل من 48 ساعة اهتزت أركان خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة تحت وقع ثلاثية دبلوماسية تاريخية، من كيغالي في قلب أفريقيا مرورا ببروكسل عاصمة القرار الأوروبي، وصولا إلى نيويورك في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث سقط القناع الأخير في مجلس الأمن. كانوا يراهنون على أسبوع لمحاصرة المغرب، فإذا بهم يجدوا أنفسهم في عزلة دولية خانقة. سقطت مناورات تزوير الترجمات في الأمم المتحدة، حاولوا أن يزوروا ترجمة القرار 2797 اللي صدر 31 أكتوبر 2025 بشأن أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والقابل للتنفيذ تحت السيادة المغربية. يعني السيادة للراية والعلم المغربي، السيادة للجيش المغربي، السيادة لوزارة الخارجية المغربية، والسيادة أيضا للعملة والدرهم المغربي. تكسرت أحلام ضرب الاقتصاد التي حاولت الجزائر أن تدفع بهذه الصفقة التي كانت في خيالهم في البرلمان الأوروبي. تبخرت أوهام البيانات الختامية في قمة رواندا. اليوم العالم لا يتحدث لغة المجاملات، بل لغة المصالح والحقائق الدامغة. المغرب يرسخ أقدامه كشريك لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي وللكثير من دول العالم. الطرف الآخر أو العالم الآخر أو كوكب لالا أو كما نعرفها الجزائر يغرق في مستنقع المناورات المكشوفة. كيف تحولت الأيام السوداء في أجندة الخصوم إلى أيام بيضاء للدبلوماسية المغربية. كيف انتصرت لغة الأطراف الأربعة بارتيز على وهم الطرفين. كل التفاصيل هناخدها معاكم النهاردة وهنتابعها واحدة واحدة. عنواننا النهاردة أسبوع السقوط الحر. 3 ضربات دبلوماسية، 3 صفعات قوية ومدوية على صدغ الجزائر تنهي أوهام النظام الجزائري في رواندا وبروكسل ونيويورك. الأسبوع الجاري شهد تحولا جذريا في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث تلقى النظام الجزائري سلسلة من الهزائم الدبلوماسية المتتالية في 3 عواصم عالمية، مما كشف عن عمق العزلة التي بات يعيشها هذا النظام وفشل سرديته التقليدية أمام الواقعية السياسية التي يفرضها المغرب. قمة رواندا، أول صفعة، رفض إفريقي وأوروبي للمناورات الجزائرية المكشوفة. البداية كانت من العاصمة الرواندية كيغالي التي احتضنت القمة الإفريقية الأوروبية رغم الحشد الدبلوماسي والإعلامي الكبير الذي دفعت به الجزائر لمحاولة إقحام ملف الصحراء في البيان الختامي. جاءت النتائج مخيبة لآمالها بشكل كامل. خلى البيان من الإشارات المعادية. صدر البيان الختامي في 41 فقرة خلت تماما من أي ذكر لقضية الصحراء المغربية، مما يؤكد أن الملف قد حسم أمميا ولم يعد مطروحا للنقاش في المنتديات التنموية والشراكات الاستراتيجية الدولية.
صفعة في الفقرة 28 بدل من دعم الأطروحة الانفصالية لدولة الصحراء التي هي في مخيلتهم الجمهورية العربية الصحراوية البتنجانية، وجهت الفقرة 28 من البيان ضربة غير مباشرة ولكنها موجعة للنظام الجزائري بتشديدها على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية. هي مبادئ تضع السلوك الجزائري الداعم للانفصال في قفص الاتهام الدولي. تاني صفعة في البرلمان الأوروبي، فشل ورقة المنتجات. بالتزامن مع خيبة كيغالي كانت بروكسل مسرحا لهزيمة أخرى، هزيمة ثانية. قاد نائبان من حزب الشعب الأوروبي مدفوعين بلوبي معادي للمصالح المغربية وفقا لدبلوماسية الكاش التي تعتريها وتتبعها الجزائر على مدار 50 عام الماضية. قاد هؤلاء النائبين محاولة لتعديل قواعد منشأ المنتجات بهدف استثناء منتجات الأقاليم الجنوبية المغربية من الاتفاق الفلاحي للاتحاد الإفريقي. وجاء القرار الحاسم خلال الجلسة العامة. فشل المشروع في حظ الأغلبية اللازمة وسقط المشروع بفارق أصوات كبير. أكد الاتحاد الأوروبي رسميا استمرار العمل بالاتفاق الفلاحي كما هو، ليشمل كافة التراب المغربي من طنجة للكويرة. الدلالة على هذا الأمر ودلالة سياسية قوية هي التصويت ليس مجرد إجراء تقني تجاري، بل هو اعتراف أوروبي مؤسساتي برلماني وتنفيذي إن الشراكة مع المغرب خط أحمر، وأن الواقع الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية وسيادة المملكة المغربية الشريفة الاقتصادية. ثالث فضيحة، الألم الثالث، فضيحة في نيويورك، محاولة الجزائر التلاعب بقرار مجلس الأمن 2797. الله، هتلعبوا ازاي؟ ده قرار. خلوكم معايا. الضربة الثالثة والأكثر دويا كانت الفضيحة التي تكشفت خيوطها في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، والمتعلقة بمحاولة تزوير لغوي لقرار مجلس الأمن رقم 2797. تفاصيل المؤامرة بدأت بعد اعتماد القرار في 31 أكتوبر 2025. مارست البعثة الجزائرية ضغوطا غير مسبوقة على الأمانة العامة للأمم المتحدة لمدة 24 يوم لتعطيل نشر النص الرسمي. الهدف كان تغيير كلمة فقط في الترجمة، the parties، الأطراف، إلى الطرفين في النسخة العربية. لماذا الأطراف ولماذا الطرفين؟ الطرفين تحصر النزاع بين المغرب والبوليزاريو وتخرج الجزائر وموريتانيا. الأطراف تكرس المسؤولية القانونية للجزائر كطرف رئيسي في النزاع إلى جانب المغرب وموريتانيا والبوليزاريو، وتلزمها بالجلوس على المائدة المستديرة. تاني، معقولة الجزائر أعلنت اعتراضها على كل شكل دائري؟ عارفين ليه؟ طبعا عشان أنس الشايب قال لها دوري دارت. قالت الجزائر استطيع أن أجلس على أي من الأشكال الهندسية إلا الدائرة. كان سقوطا مدويا. في النهاية رضخت الأمانة العامة للشرعية القانونية ونشر القرار بصيغته الأصلية الأطراف في جميع اللغات الست، مما شكل إدانة ضمنية للمناورات الجزائرية وتأكيدا على أن الحكم الذاتي هو الوحيد والواقعي القابل للتنفيذ تحت السيادة المغربية. كمان تعال نشوف وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف في محاولة لتغطية الشمس بالغربال. خرج وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بخطاب حاول فيه تسويق قراءة مغلوطة للقرار 2797 واستخدم مصطلحات مثل تصفية